أنا دلوقتي لو عندي علاقة مع أغنى رجل في العالم، وعندي علاقة مع الراجل اللي ماسك البنك الدولي، وعندي علاقة مع رئيس أمريكا، أكيد أنا هاحس إن أنا مش هاممني حد، فساعتها أنا هابقى حاسس إن أنا يا أرض تهدي ما عليكِ قدّي. ما بالك بقى لمّا أبقى مرتبط أصلًا بصاحب الكون كلّه، ملك الملوك، اللي عنده كل حاجة، اللي ماسك كل حاجة، والموضوع مش مشيخة، إحنا كبني آدمين مخلوقين كده، أنا مخلوق جسد وروح، والروح المفروض هي اللي بتتحكم في حياتي، مش الجسد. لو أنا ربطت الجسد بتاعي بالحاجات المادية والحاجات الدنيوية والجسد هو اللي اتحكم، هافضل دايمًا بانزل لتحت مش باطلع لفوق، فمش هارتقي. لكن لمّا أرتقي بروحي ساعتها أنا هاحس فعلًا بالوسع، وهاحس فعلًا بالغنى. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه: "من بات آمنًا في سربه، معافًا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بما فيها." فأنا لو عندي شغل وإمكانيات بتحقق لي الأمان والعلاج لا قدر الله لو في مرض أو في أي حاجة في الصحة، وبتوفر لي أكل وشرب، أنا كده مش محتاج حاجة تانية. وساعتها فعلًا هاحس إن أنا غني، وساعتها فعلًا هاحس إن أنا مش فارق معايا أي حاجة. وساعتها فعلًا هاحس إن أنا مش محتاج لأي حد،